بعد ما عجبتكم بزاف الفيديو تاع تفوار طعام اللي حطيتها لكم باسهل طريقه، وبعد ما حطيت لكم ثاني طريقه المرقه الحمراء، زدتوا قلتوا لي ديري لنا المرقه البيضاء. الوغ اروحوا تبعوا معايا الفيديو نوري لكم طريقتي فيها باش تجيكم بهذا القوام. في كوكوطه حطيت شويه سمن شويه زيت بيان سور، قليت واش عندي لي مورسو تاع الدجاج، ولا كان عندكم اللحم ديروا على حسب المتوفر. بعد ما يتحمروا شويه زدت عليهم حبيبه بصل اللي كنت رحيتها، انا نرحي البصل بصح ماشي حتى يولي بيوري. خليتها تقلات حتى دبالت، ومن بعد زدت عليها حبه لفت اللي كنت ربيتها في السكرفاج رقيق تاع الثوم، وخليتها تدبال معاهم هي تاني. التوابل عندي ملح فلفل الكحل وشويه قرفه، ندير شويه بودغ وشويه عود. هذا ما كان واش تحب المرقه البيضاء وتجي بنينه. نخلي هذاك البصل وهذاك اللفت حتى يطيبوا تقريبا ويدبالوا غير في الماء تاعهم. نزيد عليهم حبيبه لفت باسكو يشدوا طياب، وخليتهم يتقلاو لو طون اللي كنت نفور في الطعام ديالي. وكما قلت لكم حطيت لكم الفيديو تاع التفوار بابسط واسهل طريقه، راهي ايبانغلي في لاباج، روحوا شوفوها. انا هنا كنت شمختو الخطره الاولى وخليته يشرب. هنا بعد ما تقلى لي كلش وداب هذاك البصل وطاب، مرقتهم بحاجه خفيفه برك وخليتهم حوالي ربع ساعه قسمه طاب الدجاج ديالي ونحيته باش ما يتحرحرش. زدت حبيبات الكورجات، هنا اختياري، انا نحب ندير الكورجات واني وريت لكم الطريقه كيفاش نقطعها. وغطيت لا كوكوط تاعي وخليتها تاني هي طيب. هنا كنت فورت طعام التفويره الثانيه، قسمته اون دو، لا بارتي الاولى ولا بارتي الدوزيام. انا ندير لهم شويه مارغرين فلوريال، نحب الكو تاعها، ونزيد لهم نكتر لهم زيت زيتون. وشوفوا لي كيفاش يجي مفلفل على حبه وطايب، على بالكم هكذا وحده تاكلوه. شوفوا الفيديو بالكو تعطيوها تاع التفوار. هنا بعد ما طابت لي الخضره ديالي جست نحيتها هكذا وخليتها تنشف. وعلى بالي كنت تسالوا على الحميصه، انا الحميصه توجور طايبه في كونجيلاتور، ندير لها اون لوش تاع المرقه ونخليها ترفد البنه تاعها. هذا ما كان. هاي الكلاسيات تاعي بعد ما دريسيتها ديكوريتها بشويه قرفه كما يديروا ناس زمان، وهكذا كان الشكل تاعها واجد وجاهز للتقديم. واش نقول لكم، انا جربوا هذه الطريقه واعطوا لي رايكم فيها. شوفوا المريقه، شوفوا لي هذاك القوام وهذاك اللون تاعها كيفاش يجي، تجي روعه، والبنه والريحه تقولي راكم في كاش وليمه ولا في كاش عرس. ما تنسوش تجربوها وتقولوا لي رايكم. هذه كانت وصفتنا لها اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وهذا ما كان. على بروشين.